السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض اروع واجمل دونتس خفيف ومش شارب ولا نقطة زيت. والاجمل من كل ده اننا هنحضره بمقادير موجودة في كل بيت وكمان بدون قطاعة. ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. ودلوقتي هنتعرف مع بعض على مكونات الدونتس. معانا كوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت. الزيت ده ممكن تستبدليه بنص كوباية سمنة. ومعانا بيضتين، ومن الافضل ان تكون الحاجات اللي انت تستخدميها ما تكونش طالعه من التلاجة، تكون سايباها بره بقالها فتره، يعني واخده درجه حراره الغرفه عشان بتدي نتيجه افضل. وحطينا هنا معلقه من الخل، وهنحط كمان معلقه، يبقى كده حطينا معلقتين من الخل. وهننزل بمعلقتين كبار من السكر، ومعنا كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ورشة من الملح، ورشة من الفانيليا. ننزل بيهم، واخر حاجة هننزل بيها البيضتين الموجودين معانا. تمام كده. ومعاكي بقى المضرب اليدوي، ونضربهم بقى كل المكونات اللي احنا اضفناها دي مع بعضها. ولو عندك مضرب كهربائي ممكن تستخدميه، بس انا حبيت ان انا استخدم معاكم ابسط الامكانيات عشان خاطر برضو اللي ما عندوش المضرب الكهربائي. ودلوقتي جهزنا معانا 4 مجات من الدقيق منخولين طبعا قبل ما نستخدمهم. هنضيفهم بقى على المكونات السائلة اللي احنا عملناها، وبالمعلقة كده، وهنقلب الدقيق لحد ما الدقيق يمتص كل السوائل اللي موجودة معانا. ودلوقتي هو امتص كل السوائل اللي كانت موجودة اهي. طبعا المكونات مظبوطة، ما احتاجناش ان احنا نزود اي اضافات تانية. ودلوقتي هنزله بقى كده على مفرش العجين عشان نتمكن منه ونقدر ان احنا نعجنها كويس. العجينة كل ما بتعجنيها كل ما العجينة تلاقيها بتبقى ملساء، تبص تلاقيها يعني بتنعم معاكي، شايفة؟ والعجينة من طبيعتها ما بتلزقش في الايد اهو، اتلمت معانا بكل سهولة. هنسيبها بقى كده حوالي نص ساعة لحد ما تخمر، بس طبعا مش هسيبها على المفرش، انا هحطها في قلب الطبق، هرجعها تاني واغطي الطبق واسيبها لحد ما تخمر. وبعد مرور نص ساعة العجينة اختمرت معانا بالشكل اللي قدامك ده، فرشت في الطبق كله ازاي. دلوقتي بقى هاخد منها قطعة، هقطع منها حتة كده، وليكن هاخد نصها او ربعها زي ما انت تحبي بقى. انا هقطع منها كده نصها كده زي ما انت شايفة، وهبدأ هفردها كده على طول. ودلوقتي انا بهبطها كده بايديا كده، بفردها كده، طلعت منها الخمر. دلوقتي بقى هجيب رشة من الدقيق ورش على المفرش كده، وانزل العجينة بتاعتي، واديها برضو رشة خفيفة من الدقيق على الوش، عشان دلوقتي انا هستخدم النشابة عشان افرد العجينة، فعشان ما تلزقش في النشابة. شايفة؟ انا هخلي سمك العجينة حوالي نص سنتي بالظبط، ما تحاوليش ان انتي تقللي عن كده ولا تعلي عن كده، يعني سمكها بسمك القرصة. لو انتي مش عارفة تقدري المقدار النص سنتي، لا خليها مقدار القرصة السمك بتاعها. بعد كده احنا هنجيب يا طبق بلاستيك يا كوباية، اي حاجة متوفرة عندك، وتقطعي بيها. طبعا بتنقي الحجم المناسب ليكي، الحجم اللي انتي ترغبي فيه، وبنقطع بالشكل اللي قدامك ده. تمام كده. ودلوقتي هنجيب معانا غطا ازازة ونعمل الدايرة اللي في النص. شايفة كده؟ ده غطا ازازة عادية خالص،
من بتاع الحاجة الساقعة، من ازاز الحاجة الساقعة الغطا ده. شوفي بقى قطعنا بيه كل الدونتس اللي موجود قدامنا، ولا احتاجنا نقطعه ولا اي حاجة. اي حاجة عندك في البيت تقدري تستخدميها وهتشتغل معاكي، يعني مفيش حاجة هتوقفنا. تمام كده. بصي بقى القطعة العجين اللي احنا بنشيلها دلوقتي دي هناخدها ونكورها ونرجع نبططها تاني ونقطعها دواير ونعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الدونتس دلوقتي. هنشيل بقى الكور اللي في النص دي. لو انت هتحتاجيها تحمريها كده لوحدها بتخليها، مش عايزاها بتضميها مع العجينة وترجعي تفرديها تاني. لو انت عايزة تسيبيها كور صغيرة كده براحتك. وبعد كده بتجيبي اي ورق ابيض عندك وبتقطعيه على شكل مربع كده او مستطيل، وبتحطي عليه الدونتس بالشكل اللي قدامك ده ورق كراسة رسم قطعناه وعملناه كده للدونتس. الورق ده فايدته ايه؟ بنسيبه الدونتس يخمر عليه، فلما بنيجي نحمره او نشيله بيسهل علينا عملية الشيل، فتلاقي صوابعك ما تعلمش على الدونتس لما تيجي تحمريه، وكمان يفضل محتفظ بالخمر بتاعه. يعني اي ورق كراسة عندك بس ما يكونش مكتوب فيه تقدري تستخدميه، يكون ورق ابيض. ودلوقتي خدنا النص التاني من العجينة وبنفردها، وهنعمل فيها نفس الخطوات اللي عملناها في النص الاولاني. وبعد ما بنرص الدونتس بالشكل اللي قدامك ده بنسيبه لحد ما يرفع. ساعة ما بتلاقي الدونتس اتخمر معاكي وحجمه كده زاد بالشكل اللي قدامك ده، نحط الزيت على النار لحد ما يسخن. شايفة الخلة عاملة فقاقيع حواليها كده ازاي؟ كده تعرفي ان الزيت معاكي سخن. ونجيب ورقة ورقة كده وننزل الدونتس بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. تمام كده. واللي تلاقيها احمرت من تحت تقومي مقلبها على طول، وما تقلقيش على الزيت. الدونتس هنا ما بيشربش زيت خالص، يعني هنا انا قلبت ازازة زيت كاملة، وبعد ما قليت بيها سبت الزيت لحد ما برد ورجعت عبيته في الازازة تاني، لقيته منقص حاجة. وادي الدونتس ما شاء الله بعد ما سويناه. دلوقتي هنروح بقى مع بعض كده عشان نزوقه. بتزوقيه باي امكانيات موجوده عندك، مش شرط ان انت تجيبي له حاجات مخصوص، وممكن على فكره تعبيه لاولادك زي ما هو كده في اللانش بوكس، بيبقى طعمه جميل جدا. انا موجود عندي هنا فورماسيه وشوكليت، وهنا معايا صوص شوكولاته ابيض وغامق، والصوص البامبي ده كنت عاملاه من البنجر بس لقيت اللون خفيف فما استخدمتوش كتير. ودلوقتي احنا هناخد الدونتس ونغطسه كده في الشوكولاته البيضاء، وبعدين هنزله في الفرماسيل بقى بالشكل الجميل اللي قدامك ده. وخدنا واحده كمان وحطيناها في الشوكولاته الغامقه. احنا كنا عملنا مع بعض صوص الشوكولاته الغامق والفاتح في فيديو، وان شاء الله انا هسيبه لكم في اول تعليق مثبت عشان اللي حابب يعرف الطريقه. بص معايا بقى انا هحشي الدونتس ازاي. جبت سرنجة 5 سنتي بتيجي من الصيدلية، وشفطت كده من صوص الشوكولاتة شوية، وجيت في الدونتس ورحت حقناها بيها بالشوكولاتة. الدونتس هنا انا جيت في واحدتين اللي في الاخر ما عملت لهمش دواير صغيرة من النص، سبتهم مقفولين وزوقتهم بالطريقة اللي قدامك دي عشان تبقى محشية صوص شوكولاتة من جوه ومن بره. وهنا هعبي واحدة تانية بصوص الشوكولاتة الابيض واحشي الدونتس من جوه بصوص الشوكولاتة الابيض زي ما انت شايفة كده، وبزوقها كمان من بره، يعني بحشيها شوكولاتة من جوه ومن بره، بيبقى طعمها فعلا جميل جدا. ونزوقها بالشوكولات بقى، وبكده نكون زوقنا كل كمية الدونتس اللي كانت موجودة معانا. وتقدري تعملي نص الكمية، يعني ممكن تعملي 2 كوباية دقيق مع بيضية واحدة مع ربع كوباية زيت مع معلقة واحدة من الخل مع نص كوباية من الحليب، هتعملي برضو كمية حلوة. ويا رب يكون استفدنا من الفيديو بتاع النهاردة، واذا كان الفيديو عجبكم ما ننساش نحط اللايك، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.